في حابة تحدثين بعد عن شغلات في السجن ولا تكتفين بهالقدر هذا؟ لأن بدخل في أمور أخرى، محاور أخرى. في ودي بس أذكر أن في معاملة سيئة من بعض المفتشات في السجن، في معاملة جدا مهينة. أنا أعتقد هذا يفترض أن في أحد يكون رقيب عليهم. يعني أنا حصلت لي كم كلمة هناك ومعاملة سيئة من يعني 3/4. في بعضهم يتعاطفون معي من ناحية إنسانية، لكن في بعضهم للأسف ما تعامل السجينة كإنسانة. أوكي، هذا شخص مذنب أنا دخلته هني عشان أصلحه، مو علشان أهينه. في بعضهم كانت يعني أنا رايحة أسوي تحاليلي تستقصد انها تضايقني في السجن. شلون يعني شو تسوي اختصارا؟ يعني كانت تمنعني من اني اتصل تليفون، انا ما كان عندي تليفون. بس لكن بالنهايه سجينه انت داخل السجن، ليش تتصلين تليفون؟ المفروض تحرمين مثلا من التليفون الا في اوقات معينه، تحرمين من الزياره الا في اوقات معينه. لا هو اكيد لا في نظام هناك في السجن، انا ما اعترضت على النظام، لكن في بعضهم تتجاوز الحد، تيك انت هي اللي سابه الامير، انا لو منه ما طلعت بهالطريقه. يعني هذا مو دورها. وبعد حتى من بعد ما طلعت انا يعني كنت خلاص المفروض الباص ناطرني برا يعني، بس كان في بعض الاجراءات بسويها وهي ماشيه قطت علي كلمه وراحت قدام الضباط. حتى لاحظ ما في احترام حتى حق الضباط الموجودين. السجينه ما تحترمهم؟ مو سجينه، المفتشه. عفوا المفتشه هذه ما تحترم؟ لا تحترم لا سجينات ولا حتى. زين اشتكيتي عليهم في السجن؟ لا ما اعرف اساميهم، كان اشتكيت بس والله كنت انا داخل السجن اهددهم، يعني اقول لهم اذا طلعت راح اكتب عنكم. فهم يقولوا ما تتوبين، بس لا يعني في بعضهم لا زينين متعاطفين حيل معي، كانوا يجيبوا لي ماي، كانوا يقولون هذا مو مكانك، كان فيهم انسانيه يعني، كانوا يشوفوني مثل بنتهم. لكن في بعضهم لا، يعني هم مجرمات يعني. هم المفتشات. زين بالنسبه للسجن تركنا هالمحور هذا.